من التحليات السهلة والسريعة اللي توجد ليه جبت لكم حبيبتي اليوم هذه الوصفة نتاع البسبوسة. هذه الوصفة سهلة مهلة وتوجد يعني ليه ووصفة بنينة والشكل تاعها بزاف راقي. تبعوا برك الفيديو حتى للتالي واكيد راحين تعجبكم الوصفة وتجربوها بالخصوص للمبتدئات. هذه الوصفة راح تنسيكم في كامل الوصفات نتاع البسبوسة. رايحين نبداو بالصلاة والسلام على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. وأول حاجة نقولها لكل الجزائريين ولكل ضحايا هذيك الحافلة أو حافلة بومرداس اللي تقلبت بهم. نقول لكم تعزينا الحارة ونقول لكم عظم الله أجركم، ونتمنى إن شاء الله يعني ربي يرحمهم ويوسع عليهم والشفاء العاجل اللي راهم في السبيطارات. نقول لكم ربي يشفيكم وربي ان شاء الله يمد الصبر لوالديهم. نقول لكم يعني مشاهدة طيبة الحبيباتي. رايحين نبداو باول حاجه هي العسل او الشربات. هنا في هذا الكاسرونه حطيت 2 كيسان تاع السكر مع 3 كيسان او 4 كيسان نتاع الماء. هنا حبيباتي ديروا غير كاس ونص نتاع السكر راح يكفيكم مع 3 كيسان نتاع الماء. انا كنت يعني هنا كثرت شويه. المهم حبيباتي راح نخلط بهذا الطريقه ورايحه نضيف طرونش تاع القارص ورايحه نحط الشربات تاعنا الطيب في غرضها. يعني قسمه هز الغليه راح نحسبوا لها 10 دقائق ونحيوها. هنا يا حبيباتي بعد ما وجدت الشربات تاعي حطيتها بجيه. جبت 2 حبيبات نتاع البيض مع رشه تاع الملح ومغرفه نتاع اللافاني وكاس صغير ربع نتاع السكر. كما راكم تشوفوا حطيتهم في هذا الريسيبيو وبديت نخلط فيهم حتى يذوب معنا هذاك السكر. كما قلت لكم البنات هذه الوصفه راهي سهله مهله ومش راح تدي معاكم الوقت بزاف. يعني وصفه كما قلت لكم يعني غير في ظرف 5 دقائق تنوضوا ديروها القهوه العشيه. هنا حبيباتي جبت كاس غير ربع تاع الزيت كما راكم تشوفوا او نص كاس تاع الزيت عفوا. نص كاس تاع الزيت اللي راني نضيف فيه بالتدريج يعني على دفعات غير بالكميات القليله حتى نكملوا هذاك النص كاس نتاع الزيت كما راكم تشوفوا البنات. يعني انا راني نكمل راني نخلط ومن جهه راني نفرغ في هذاك الزيت بالتدريج. هنا حبيباتي زدت جبت كاس نتاع الحليب اللي ناقص اصبع. كملت فرغته مع هذاك الخليط وكملت نخلط كما راكم تشوفوا الخليط تاع يعني هذا الخليط اللي فرغت معاه الحليب راح يكون شويه دافي باش يزيد يذوب لنا هذاك السكر. هنا حبيباتي زدت ضفت كاس تاع سميد متوسط. وهنا راح نزيد نضيف ساشيه ونص تاع الخميره الكيميائيه كما راكم تشوفوا البنات. رايحه نخلط وما ننساش المبشور تاع البرتقال واللي عندها مبشور الليمون راح تضيفوه راح يكون خير وخير. انا كان عندي غير مبشور تاع البرتقال درته وزدت نص كاس نتاع السميد. وهنا حبيباتي زدت نص كاس نتاع الفرينه. يعني هنا درت قداه كاس ونص نتاع السميد درت نص كاس تاع الفرينه وزدت 3 مغارف نتاع الكاوكاو. كما راكم تشوفوا البنات الطريقه راهي سهله مهله وتجيكم واحد البسبوسه من اروع ما يكون. تجيكم بنينه وهذاك الذوق نتاع الكاوكاو ومبشور البرتقالي راح يعطيكم واحد البنه ما شاء الله للبسبوسه نتاعكم. هنا حبيباتي راح نحطها بجيه واحد 5 دقائق حتى يعني هذاك السميد يتشرب كامل هذاك الخليط. يعني تحسوا بلي شويه ثقال وراح نفرغه في السنيوه اللي كنت دهنتها بالزيت ورشيتها بالسميد. كما راكم تشوفوا فرغت كامل الخليط نتاعي وهنا درت بهذه الملعقه يعني خطوط باش تجي كامله متساويه وتجي كامله قد وحطيتها في الفرن الطيب. هنا حبيباتي بعد ما طابت معنا وتحمرت معنا مش راح تدي الوقت غير ربع ساعه وتكون البسبوسه تاعكم طايبه وتكون حاضره. هنا بعد ما خرجتها من الفرن وكانت الشربات تاعي كانت يعني بارده. هنا بديت نشرب في الشربات نتاعي. هنا فضل لي من هذاك الشربات قيس نص كاس نتاع الشربات كما قلت لكم البنات. يعني الشربات تاعكم ديروا فيها غير كاس ونص تاع السكر و3 كيسان نتاع الماء راح تكفيكم. انا كانت فضلت لي شويه. المهم حبيباتي هذا هي
عفوا هذه هي البسبوسه نتاعنا من بعد ما طابت ووجدت معنا، جات حمراء وجات الشكل تاعها ما شاء الله. انا حبيت نزيد لها اضافه، درت لها كميه نتاع الكاوكاو، يعني رشيتها بكميه تاع الكاوكاو من الفوق. يعني راح يجي الضوء عفوا تجي المنظر تاعها بزاف راقي وبزاف هايله. وتلمو هذاك الكاوكاو راح يزيد لها بنه لبنه، واللي كان عندها يعني نوات كوكو او جوز الهند ادير لها رشه تاع جوز الهند، راح يعطي لها واحد المنظر بزاف شباب وبنه ما شاء الله. بما انه يعني هاد البسبوسه درناها بالكاوكاو من داخل، انا فضلت اني نزينها بالكاوكاو من الفوق. اما اللي حبت تدير البسبوسه تاعها بجوز الهند، راح تزينها بجوز الهند وراح تجيها بزاف بنينه. المهم حبيباتي، هنا بعد ما كملت البسبوسه نتاعنا او زيناها بهذا الطريقه، هنا قسمتها مربعات كما راكم تشوفوا بهذا الطريقه. هنا كانت راهي مازالت سخونه، راح نحطها تبرد شويه، وهنا راح نبدا يعني نخرج لكم منها، يعني نقسم لكم منها طرف باش تشوفوها كيفاه جات من داخل. جات بزاف هشوشه وخفيفه، والذوق نتاعها ما شاء الله بزاف بزاف بنينه. هذه هي البسبوسه تاعنا اللي درتها معكم. كما قلت لكم بالخصوص للمبتدئات، نقول لكم غير دخلوا الكوزينه وجربوها، راح تجيكم بزاف هايله. ديما كنصيحه او كسر من اسرار تاع نجاح البسبوسه، نقول لكم ديما الزيت ديروا كميه تاع الزيت قل من السكر وقل من الحليب، باش تجيكم البسبوسه تاعكم متماسكه وحاكمه روحها. هنايا حبيبتي اللي وصلت هنايا معايا لهذه المرحله، نقول لك حبيبتي اتهلاي، خلي لي اشتراك للقناه اذا عجبتك، اذا عجبتك الوصفه، عفوا اذا عجبتك الوصفه. ونقول لكم حبيبتي فرجه ممتعه.